السلام عليكم جميعا. تحية للشعب السوداني ولكل من يسمعنا في وسائل التواصل الاجتماعي. جيش الميليشيات، جيش الشفسرق السوداني، جيش الميليشيات السوداني أو جيش الشفسرق السوداني، وهذا يطلق للجيش الغير نظامي، الجيش الغير مهني، جيش بيسرق، بيقتل، بينهب، بيغتصب، بيقطع الرؤوس، بيمثل بأجسام الموتى، بياكل الأيدي، بيخرج الأحشاء من البطن وبياكلها، وبياكل الكبد. هذا الجيش زامبي، أنا بتكلم عن الحقيقة والله. هذا الجيش زامبي، وآكلي لحوم البشر في السابق كانوا منتشرين في العالم، لكن تم تصفيتهم. الآن أنا بفتكر إنه كل الدواعش احتضنهم هذا الجيش الزامبي الذي لابد من محاصرته. وأنا ما عاوز أتكلم كثير في هذا الجيش الزامبي. طيب الحل شنو؟ الحل طق نظيف زي يوم 7 ده. يوم 7 ده يعني يوم يكتبه التاريخ. احنا ما عندنا حاجة نقولها، والهدف من هذه الأعمال السيئة، الأعمال التي لا تمت إلى أخلاق الشعب السوداني بصلة، الهدف منها هي إقامة الحرب الأهلية. وهذا مخطط المؤتمر الوطني وكتائب الظل والبراؤون. هم فشلوا. الآن الجيش السوداني فشل، جيش الميليشيات السوداني، الجيش الميليشي فشل، والآن عاوز يحول البلاد إلى حرب أهلية. ولأن هو هؤلاء المجرمين أخرجوا كل أبنائهم خارج السودان. الذين تبقوا في السودان هم ما بيقدروا يطلعوا، ما عندهم فلوس يطلعوا بها الذين بقوا في السودان. لكن كل الذين سرقوا السودان من 30 سنة الآن خرجوا خارج السودان. أنا رسالتي للأشاوس، إن جيت الحل طق نظيف زي ما القائد قال. السلام عليكم.